السلام عليكم الأصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة حمزة الحكواتي. وكما العادة ديروا الكيد وطفيوا الضوء ويلا بينا نبداو. في واحد الدوار صغير في البادية كان واحد الفقيه سميتو السي عبو. هاد الفقيه هذا معروف في داك الدوار وحتى في البلايص البعيدة انه عنده واحد الجنية كتخدم معاه في الشعوذة اللي كيدير، وسميتها عويشة. كل شيء عارف ان هاد الفقيه هذا قاطع يده من يد الرحمن. وهاد الجنية هذه ساكنة في واحد البير جنب الدار ديال داك الفقيه، وتما لفين كيجيب الناس ملي كيبغي يهضر معاها قدامهم، وتما فين كيستحضرها سواء بالذبيحة ولا بالبخور، ولكن في غالب الأحيان كيستحضرها بالذبيحة، مع العلم أن داك البير عامر بالماء وما فيهش فين يتخبى شي واحد، حتى إلا طليت عليه كتلقى فيه الماء فقط. والصوت ديال ديك الجنية على حسب ما قالوا الناس اللي فايت ليهم كانوا عنده أنه صوت مرعب وكيخلي شعر راسك يوقف. والمهم أن هاد الفقيه معروف أنه خطير بزاف. الناس ديال ديك المنطقة كاملين ما كيقدروش يدوزو من حدا الدار ديالو سواء بالليل ولا بالنهار. والمهم بقى خدام على هاد الحال، كيجيو عنده الناس من كل بلاصة، وأي واحد باغي يتقضى غرضه خاصو يجي معاه عتروس كحل باش يحضر بيه عويشة مولات القرون. الناس اللي كيجيو عنده ما خاصهمش يجيو قبل المغرب، ملي كيوصلوا عنده كيدخلهم لواحد البيت وكيجمع معاهم شوية بما طاح الظلام، وملي كتغرب الشمس وكتقطع الرجل كيخرجهم حتى داك البير وكيشعل البخور وكيبدا كيعزم وكيدير داك المجمر في الدلو ديال البير وكيهبطو وكيخلي فيه واحد شوية بما طلع الدخان من البير وكيعاود يطلعو، وكيدير هكاك 3 المرات. والناس كيبقاو غير يشوفوا ومسمرين في بلايصهم وخايفين. من بعد كيشد داك العتروس اللي جابو وكيذبحو وكيهزو يقطر الدم ديالو في داك البير، وغير كيوصلوا دوك القطرات للماء كيبدا فيلم الرعب عند دوك الناس. كتسمع واحد الصرخة قوية خارجة من البير، ومن بعد كتسمع شي حاجة كتحرك لتحت، والفقيه كيقول لهم قولوا التسليم، والناس خايفين وكيقولوا التسليم تسليم السي الفقيه. وكيسمعوا الصوت ديال الماء اللي في داك البير كيتخبط. من بعد كيطلع واحد الصوت مرعب الظاهر فيه انه ديال المرأة، لكن كيجمد الدم في العروق، وكتقول لهم كل شي التفاصيل لاش جايين وسمياتهم وشنو لابسين، وكتخلي الناس غير حالين فهمهم وما فاهمين والو. كيقول ليها الفقيه واش غتقضي حاجتهم على العويشة، كتقول ليه حاجتهم مقضية، لكن بغيت كل واحد فيهم يدير كذا وكذا. راكم عارفين مثلا يهز 7 الحبات ديال الذرة ويبقى غادي وكيلوحهم من موراه وحده بوحده ويقول هادي لاله عويشة مولات القرون اللي قضيان حاجتي معاها مضمون اولا شي حاجة بحال هكا. والمهم هكا باش كيتعامل السي الفقيه مع كاع الناس اللي كيجيو عنده بمختلف طبقاتهم، منهم التجار والمسؤولين وناس من جميع الطبقات. حتى لواحد النهار رجع من الجامع من مورا صلاة العصر، حيت كيمشي للجامع وكيصلي مع الناس باش يحاول يبين لهم بلي هو راجل مزيان ومتدين، وبلي داكشي اللي كيدير غير سبوب عادي وصافي. لكن الناس ديال الدوار عارفينه مزيان اش كيسوى. والمهم ملي جا لقى شي ناس حدا الدار، راجل ومرته وبنتهم
والظاهر فيها أنها كبيرة شوية، وواحد الوليد صغير. رحب بهم ودخلهم لعندو للدار. والمهم دخلوا في الموضوع، قالوا لي جينا قاصدين كالسي الفقيه، بغيناك تشوف لينا هاد البنت، واش عندها شي سحور ولا عكوس ولا شنو عندها. دابا في عمرها 30 سنة ومازال ما تزوجتش. قال لهم مرحبا على الراس والعين، لكن غتمشيو حتى الغدا في العشية ان شاء الله، وتجيو من ورا المغرب، وغتجيبوا معاكم الذبيحة، وغتعطيوني دابا فلوس البخور، حيت هاد النوع من الخدمة صعيب بزاف، صعيب ليا حتى على صحتي. وعلى الله غير تقبل لينا لاله عويشه. وداك الشي اللي كان، مشاو الناس والغد ليه رجعوا، ودخلهم لديك البيت كيف العاده. ملي فات العشاء بدا كيعزم وكيقول شي كلام غير مفهوم ابدا، بحال شي لغه ديال شي حضاره قديمه. شويه بدات جلابته كتحرك، بحال تقول جالس في شي بلاصه فيها الريح، واخا كانوا جالسين كاملين في بيت واحد ومسدود عليهم. من بعد خرجهم لبرا حدا البير، الام والاب والبنت، والدري الصغير ما بقاش جابوه معاهم، وراكم عارفين علاش. المهم ملي خرجوا شد الفقيه ديك الذبيحه ودار ليها كما العاده، ونفس الطريقه اللي دار الناس كاملين. بمجرد ما طاح الدم ديالها على الماء ديال البير، دوات عويشه وقالت مرحبا بعائلة الشاوي، نهار كبير هذا، ما بغيتش نقطع رجاكم ولا نحمل قلبكم، لكن هاد البنت مدقفة من الزواج، واللي مدقفها مرا من ذنبكم وقبيلتكم، وتقافها محصن ومانع وعليها 7 الملوك شداد، لكن عندي لكم الحل. دوا الفقيه وقال شنو هو لاله عويشه، اتينا به. قالت ليه الحل عندك انت، انت غادي تزوجها، لكن ما تفوتش معاها ليله وحده وما تدخلش عليها. نوريك شنو دير وشنو تقول باش تفك تقافها. قال الفقيه لدوك الناس شنو بان لكم؟ شافوا بعضياتهم وخايفين ومرعودين، وقالوا ليه واخا السي الفقيه اللي بانت لك مزيانه ديرها. هنا بدات عويشه كتوري الفقيه شنو يدير واش من بخور يستعمل، واهم حاجه هي العزيمه اللي غادي يقول ملي يكون معاها. حفظتها ليه مزيان واكدت ليه باللي الا غلط فيها غتكون هذيك هي الاخر عليه. وافقوا الناس وقرروا يبداو من ديك الليله نيت. مشاو في حالهم وخلوا البنت مع الفقيه، دخلها للدار وجلسوا شويه بما فاتت هذيك الخلعه ديال قبيله. من بعد دخلوا للبيت وسدوا عليهم، وبدا الفقيه بالبخور واستعمل داك البخور اللي قالت لي عويشه، ويالله بدا كيعزم وهي تعطس ديك البنت. هنا الفقيه تلف، ما بقاش عارف واش يبدا من الاول ولا يكمل ولا شنو يدير، وطاحت في بالو ديك الهضره اللي قالت لي عويشه، الا غلطتي فيها غتكون هذيك هي الاخر عليك. هز الفقيه راسو وبان ليه واحد الظل كبير ضخم البنيه جا لجهته، وحتى البنت شافته وخافت ورجعت للور ولصقات مع الحيط، وبان ليها الفقيه كيتهز في السما وكيتخبط مع الشرجم ديال الخشب اللي كاين في ديك البيت، وتهرس بيه وطاح على برا. البنت ما قدراتش مازال تصبر وبدات كتغوت، وداك الخيال اللي شافت خرج حتى هو من الشرجم وتسرب بحال الضو. بقات خايفه ومسمره في بلاصتها، والفقيه غبر ليه الاثر من غير ديك الغوته الاولى اللي غوت فاش شدو داك الخيال، وما بقاتش عرفاتو فين مشى وما قدراتش تخرج من ديك البيت.
بقات الليل كله وهي تما دازت عليها أطول ليلة في حياتها. وفي الصباح بعد ما تسرب ضوء شروق الشمس من الشرج ملي تهرس، قررت تنوض وتخرج بعد ما حساتش بشوية الأمان. فعلا ناضت وحلت الباب وخرجت. هنا كانت الصدمة، لقات الفقيه طايح حدا البير وميت وعريان بالكامل، وكيبان ليها بحال إلا ما بقاش فيه الدم ولا صفر. بدات البنت كتغوت حتى جمعت ناس الدوار كاملين، وكل شي كيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الفقيه جابها في راسو، والناس ديال الدوار عيطوا للدرك الملكي اللي قريب لتما، وجاو وداروا التحقيقات والمعاينة ديالهم، وسولوا البنت وعاودت لهم كل شي بالتفصيل. ومن بعد داو الجثة ديال الفقيه وداو معهم حتى ديك البنت. حتى لهنا غتكون سالات القصة ديالنا اليوم. إذا كيعجبكم هذا النوع من المحتوى دعمونا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وشي تعليق زوين بطبيعة الحال. فاحنا بدورنا ما غنبخلوش عليكم بقصص طويلة ومشوقة ومثيرة. والسلام عليكم ورحمة الله.